مساء الخير على كل المتابعين وكل اللي بيتابعونا في أي مكان في الدنيا. حبايبي المتابعين، احنا دلوقتي في شارع جمال عبد الناصر، طبعا كله مكسر، كله مدغدغ. ماشي، احنا معاهم هما بيعملوا إصلاح، بس يا ريت تسريع شوية، لأن بقاله فترة كبيرة وهو مدغدغ كده، والناس مش عارفة تمشي. الشارع مدغدغ ومكسر تماما. شارع جمال عبد الناصر طبعا شارع رئيسي، يا ريت يعني يبقى فيه آه، سرعة في الإصلاح. طبعا حتت حتت منه نمشي شوية نلاقي حتت مدغدغة، حتت مفحرة زي ما احنا شايفين. بصوا، طبعا الشارع بقى صعب جدا. شارع جمال عبد الناصر كله من أول فيكتوريا لغاية المنظرة. طبعا الحتة بتاعت محمد نجيب وفيكتوريا كلها مدغدغة، كلها مكسرة. طبعا بيقعدوا بالأيام ما بيشتغلوش. يا ريت يسرعوا شوية لأن الطريق بقى صعب. احنا بنصور كمان في الحتت الفاضية شوية اللي هي نازلة على فيكتوريا، لكن هنشوف الطريق كله مدغدغ، كله مكسر قدام شوية. بصوا الارض مكسره ازاي. طبعا ده كان فحر ومردوم وما تسفلتش. ده شارع رئيسي، شارع جمال عبد الناصر. بصوا المنظر كده واحنا طالعين على فيكتوريا. طبعا لما بيبقى فيه زحام عربيات الشارع ده بيقف تماما وبيتقفل تماما لانه مدغدغ ومكسر. ماشي، احنا معاكم، انتوا بتوضبوا وبتعملوا اصلاح، بس يا ريت حتى الحتة اللي بتفحتوها يا ريت تردموها وتسفلتوها عشان الناس تعرف تمشي. زي ما احنا شايفين دي حتت كانت مفحوط فيها وما تسفلتتش. طبعا الشارع بأكمله بالشكل ده، حتة يعني نمشي فيها سليمة والحتة التانية مدغدغة. طبعا دي بتعمل زحام في بعض المناطق وبتعمل تكدس في العربيات. طبعا احنا كده داخلين على فيكتوريا. بصوا الأرض كلها مدغدغة. هنشوف قدام في تكسير كمان شوية. طبعا شارع جمال عبد الناصر زي ما قلنا ده شارع رئيسي، شارع مهم جدا، بديل طبعا للبحر لأنه بيطلع على شارع أبو قير، فهو شارع مهم. وغير طبعا المحلات والمساكن اللي فيه، طبعا ده شارع مهم. فياريت سرعة في الإنجاز عشان الشارع يرجع زي ما كان متسفلت والعربيات تمشي فيه بسرعة. طبعا زي ما شفنا العربيات متكومة، بدأت تتكوم لأن في تكسير قدام. يعني بنمشي شوية الشارع سليم، شوية تكسير، شوية سليم وشوية تكسير. طبعا الكلام ده من الصيف ولغاية دلوقتي لسه ما خلص. احنا بنطالب ان يخلصوا شارع جمال عبد الناصر. بصوا المنظر، بصوا العدة والحاجة والأجهزة اللي بيشتغلوا بيها، ومفيش ناس بتشتغل، بيسيبوها باليومين والتلاتة وما بيشتغلوش. طبعا ده من الصيف والشارع ده كده بالشكل ده.